من أكتر الحاجات اللي بحبها في مصر هي معرض القاهرة الدولي للكتاب. كل سنة بستناه بنفس الشغف مع اختلاف محطات حياتي. وأنا صغيرة كان كل همي إن أنا أروح أشتري منه ألعاب. كبرت شوية وبقيت بجيب مع الألعاب قصص أطفال. كبرت شوية كمان وفضلت أقرأ قصص أطفال. كبرت شوية بدأت أقرأ كتب دينية، روايات، تنمية بشرية، وكمان كتب قانونية مع دراستي. وفضلت فترة لا بأس بها في نفس المحطة لحد ما رجعت اهتماماتي مرة تانية لصالة خمسة. صالة خمسة فيها كل الحاجات اللي انتوا ممكن تتخيلوها للأطفال. فيها activities، فيها ألعاب تنمية مهارات وألعاب عادية، وفيها كل أنواع قصص الأطفال سواء قصص أطفال عادية أو قصص أطفال دينية. كمان هتلاقوا فيها كل الترندات الموجودة على السوشيال ميديا واللي بتعجبنا جدا لولادنا. الحاجات البسيطة جدا اللي عرضتها لكم في الفيديو ده. حاولوا تستغلوا المعرض وتلحقوا تروحوا تجيبوا لأولادكم ألعاب تنمية مهارات. وعلى فكرة هتبقى خروجة تحفة جدا لو الأولاد كبار شوية، هتلاقوا فيها حاجات حلوة جدا. شفت كمان هناك كانت حاطة بادجت معين لولادها. عجبني الفكرة ان هي كانت بتناقش معاهم ان انتوا ليكوا بادجت كذا بس مش هينفع تخرجوا عليه. كانت قايله لهم ان هم هيجيبوا الكتب، فأي حاجة تانية هم محتاجينها يقدروا يجيبوها من مصروف. أنا عن نفسي عجبتني الفكرة دي جدا. مش هنكر ان معرض الكتاب للسن الصغير صعب جدا تاخديه معاكي، ولكن الفكرة في ان انتي تغيري له جو او دي على المعرض كمان تجيبي له ألعاب تنمية مهارات. فأنا مش هنكر ان انا اتبهدلت جامد هناك. حابة اقول لطنط اللي قالت لي ما تشيليه من على الارض بدل ما انتي سايباه كده، والله يا طنط فرهدت. يعني انا مش سايباه في الارض عشان اريح دماغي مثلا، لا، لان انا فرهدت بجد. المهم الحقوا روحوا المعرض وشوفوا كل الحاجات اللي انتوا محتاجينها من هناك. نفسي ترجع بقى محطة جديدة ان انا ارجع اجيب روايات وكتب لنفسي تاني. استنوا بارت 2 من مشترياتي.